لو نفسكوا في أكلة جديدة ولذيذة في نفس الوقت وتكون طعمها جميلة وكبار وصغيرين يحبوها، يبقى مفيش قدامكوا غير الأكلة الصيني دي. أكلة هتغير مفهومكوا خالص عن الأكل الصيني، والطعم إيه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. هنجهز كل حاجات التقطيع مرة واحدة. أهم حاجة نسن السكاكين وتبقى السكينة حامية كويس، هو ده. بعد كده هنجيب فلفل رومي أو فلفل كوبي، بعد كده هنقطعه شرايح رفيعة خالص. هنقطع الفلفل رفيع بالشكل ده، ولو عندنا فلفل أخضر كمان رومي هنقطعه كمان بالمرة، مفيش أي مشكلة. تشكيلة الألوان بتفتح النفس. نجيب كمان جزراية نقطعها شرايح رفيعة خالص بالشكل ده. هنجيب صدور فراخ تكون قطعة واحدة، وبعد ما ننقعها في ليمون ودقيق هنبدأ ان احنا نغسلها بالمية، وبعد كده ننشفها كويس جدا. وبعد ما نقطعها الشرايح الطويلة ديت هنقطعها مكعبات صغيرة. بعد ما قطعت صدور الفراخ هنزل عليها بنص كوباية لبن، شوية فلفل اسود، رشة ملح خفيفة خالص، جنزبيل، شوية كاري، توم باودر، شوية بابريكا، وسنة كزبرة ناشفة. نقلب بقى كله مع بعضه. التوابل والتتبيلة بتاعة اللبن ديت هتطري اللحم وهتخلي ليه طعم مختلف خالص عن تتبيلة البريدنج اللي عليه. هنسيب الفراخ في التتبيلة لحد ما نسلق المكرونة ونجهز طبقة البريدنج بتاعنا. عشان نجهز طبقة القرمشة هننزل ببقسماط مطحون، وعليهم معلقتين دقيق ومعلقة نشا، معلقة ملح وتوم باودر، ولو عندكم صمغ عربي هننزل عليه بمعلقتين، معلقة جنزبيل مطحون ومعلقتين ورق لوري ومعلقة كركم ومعلقة كاري، وبس كده. قلب بقى كله مع بعضه وكده تبقى جاهزة. هنجيب بولة ونحط فيها مية ساقعة، والبولة ديت هننزل فيها بالدقيق، والطبق الأخير هننزل فيه بطبقة الكريسبي اللي احنا عملناها، والطبق الأخير عشان نحط فيه اللي احنا هنعمله ده كله. هننزل بقى شرايح الفراخ في الدقيق الأول، نديلهم تقليبة في الدقيق، نتأكد بس إن الدقيق غطاهم كلهم كويس. هنطلع من الدقيق، هننزل في المية، نطلع من المية على طبقة الكريسبي، وبس كده. نحطها بقى في الصينية على جنب ونخلص باقي الكمية. طبعا احنا لو ممكن نستخدم مكان اللبن اللي احنا استخدمناه، ممكن نستخدم لبن رايب او ممكن نستخدم زبادي، اي نوع زبادي بقى. اللي عايز يستخدم زبادي بلدي ماشي، اللي عايز يستخدم زبادي جاهز ماشي، زبادي بيتي ماشي، زبادي يوناني، هو حر. هنسيبها في الفريزر لحد ما الزيت يسخن، وبعد كده هنبدأ نحمرها. كده الزيت سخن معايا، هبدأ انزل بالفراخ. ههدي النار شوية وانا بنزل الفراخ، واول ما انزلهم هعلي النار تاني علشان الفراخ كلها تتحمر في نفس الوقت، علشان اللي بنزل فيهم في الاول ما يتحمروش اسرع من اللي في الاخر. كل ما الزيت يكون كتير كل ما انا مش هحتاج ان انا اقلب الفراخ في قلب الحلة، وبالظبط هي مش هتاخد مني تسوية اكتر من 3 دقايق. وبس كده. تيجي ندوق واحدة؟ تحفة. ويلا بينا نخش على بعد كده. هنجيب حلة هننزل فيها بشوية زيت، والحلة التانية برضو بتاعت المكرونة هننزل فيها بشوية زيت. هننزل في الحلة بتاعت الفراخ بشوية بصل، وده اختياري، 3 فصوص توم. هنقلب البصل والتوم لحد ما يدبلوا شوية. وفي الحلة بتاعت المكرونة هننزل بشوية من الخضار اللي احنا عاملينه، وبرضو هننزل عليهم ب3 4 فصوص توم. وهنا هنزل بباقي الفلفل والجزر. هننزل على المكرونة بشوية كاتشب، معلقة كبيرة صويا صوص، ونديلهم تقليبة سريعة كده كله مع بعض. وبعد كده هننزل عليها بنص كوباية مية المكرونة وعليها معلقة نشا. هنرجع للحلة التانية، هنقلب الخضار كله مع البصل لحد ما يبدأوا ان هما يتبلوا شوية. هننزل بشوية خل، نص معلقة سكر، وكاتشب،
الكاتشب هنا هيكون كتير شوية، وصويا صوص. وبرضه هننزل بربع كوباية مية عليها نشا. هنسيب الصوص ياخد غلوة شوية. أول ما الصوص أحس إن هو تقل شوية كده معايا وبدأ ياخد غلوة، هنزل بالمكرونة المسلوقة. طبعا نوع المكرونة مش هيفرق، بس هما تقريبا بيستخدموا المكرونة الشرايط أو الاسباجيتي التخينة. أقلب بقى كده تقليبة سريعة، وهنحط معلقة سمسم. هنقلب تقليبة خفيفة ومش هنحتاج إن احنا نسيبهم على النار كتير. ههدي النار عليه شوية لحد ما الفراخ تجهز معايا. نيجي بقى للفراخ، وبعد كده هنزل بالفراخ اللذيذة دي. وبرضه هننزل بالسمسم. وبس كده، هطفي على طول. ننزل بقى بشوية سمسم في الآخر، وعلى المكرونة برضو شوية سمسم. شكلها بجد روعة وريحتها جميلة جدا. وده الشكل النهائي، شكلها في منتهى الجمال. يلا بينا ندوق. بسم الله. بصوا بقى الفراخ عاملة ازاي. الله. ندوق بقى المكرونة. المكرونة ريحتها تجنن. الأكلة الصيني ديت أنا عملتها قبل كده من حوالي سنة ونص. يا ريت تعرفوني في الكومنتات إيه الفرق بين المرة دي والمرة اللي فاتت. أنصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم الأكلة الصيني دي. أشوفكم في فيديو جديد.